من آلاف السنين أول شكل ظهر للإعلام كان شخص بيطلق عليه الراوي، وده واحد كان بيقف في السوق ويبدأ يحكي الأحداث اللي حصلت قدام الناس أو ينقل لهم الأخبار اللي اتقالت له، واللي يحكي ويتكلم أحسن وينقل الكلام صح هو اللي يسيطر بقى، والناس تاخد منه الأخبار والمعلومات ويثقوا فيه، ويبقى عمرو أديب العصر والأعلى أجرا، باعتبار إن عمرو أديب يعني نموذج لإعلامي ناجح ناخده كمثال. المهم بعدها بشوية حلوين كده من الزمن ظهر الورق، المجلات بقى والجرايد والمنشورات. معلومة واحدة تتكتب أو سطر واحد في جورنال ممكن تغير رأي مدينة كاملة في حاجة معينة. عشان كده أنا بشوف إن القلم في الوقت ده كان من أخطر أدوات التأثير وقت الصراعات. وبالكلام عن الحروب نتحرك بالزمن لقدام شوية كمان لحد الحرب العالمية الثانية كده ونركن. لو كنت شخص محب للسينما في وقت الحرب، واللي السينما وقتها ما كانتش ظاهرة بقالها مدة كبيرة، قبل ما كان الفيلم يبدأ في السينما كان في حاجة كده زي نشرة أخبار، مدتها مش طويلة قوي يعني حوالي 5 دقايق، بيتعرض في وقت النشرة ده أحسن صور وأكتر صور معبرة عن الأحداث اللي بتحصل في الوقت ده، وكلام محسوب بالكلمة، ومش لازم يكون الكلام ده حقيقي أصلا، لكن شوية كلام يعلوا المعنويات كده ويطمنوا الناس والجنود.